تعرف ايه هي البقرة الحمراء؟ وايه هو الهيكل؟ وليه اليهود شايفين ان بقرة واحدة ممكن تغير شكل العالم كله؟ الموضوع غريب. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وخلينا نفهم معنى إيه كلمة هيكل. في التوراة بيتقال إن النبي داوود كان عايز يبني معبد لربنا، بس كانت إيديه ملوثة بالدم، بمعنى إن هو كان راجل حرب وقائد عسكري، وبالتالي دخل معارك وقتل ناس كتير من الأعداء في سبيل الله وحماية بني إسرائيل. وساعتها المهمة راحت لابنه النبي سليمان، فبدأوا يبنوا الهيكل الأول وجابوا له أحجار مخصوصة من منطقة اسمها مقالع سليمان، والسطح اتغطى بخشب الأرز والأرضية بخشب السروج. والهيكل ده كان مخصص لحاجة واحدة، تابوت العهد. وتابوت العهد ده كان عبارة عن صندوق مقدس فيه ألواح موسى وعصا هارون وحاجات تانية. التابوت ده كان مصدر السكينة لبني إسرائيل، وكانوا بيشيلوه معاهم طول فترة التية. وفترة التية للي مش عارف هي ببساطة عقاب من ربنا عليهم لمدة 40 سنة. بس الهيكل الأول اتدمر على إيد البابليين، وتابوت العهد اختفى ومحدش شافه تاني. بس في كام نظرية بتقول إن اليهود خبوا التابوت قبل وصول البابليين، والنظرية التانية بتقول إن البابليين دمروه، والنظرية التالتة بتقول إن تم نقله في أثيوبيا، واللي تم نقله هو مناليك الأول اللي هو ابن الملك سليمان. والنظرية رقم 4 والأخيرة إنه اختفاء إلهي، وإنه مش هيظهر تاني إلا في نهاية العالم. وبعد 70 سنة في ملك فارسي اسمه كورش، ملك إمبراطورية فارس، وكان بعت لليهود وقتها إن هم يبنوا الهيكل التاني في فلسطين. والمفروض بني إسرائيل رجعوا وبنوا الهيكل التاني، وتقريبا في عام 516 قبل الميلاد، يعني بعد 70 سنة من تدمير الهيكل الأول، بس المرة دي من غير تابوت طبعا. ولما جه القائد الروماني تيتوس سنة 70 ميلاديا هد الهيكل التاني، وده كان حدث ضخم ومؤلم في تاريخ اليهود. ومن وقتها كل اللي موجود من الهيكل التاني حائط المبكي، وده يعتبر أقدس مكان عند اليهود. وبالنسبة للمسلمين الحائط ده اسمه حائط برام، وبنسبة كبيرة ده المكان اللي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم دبته البراق. بس تعالى نسأل سؤال، فين الهيكل اللي كانوا بيقولوا تحت المسجد الأقصى؟ يعني بقالهم سنين كتير بيحفروا حواليه، بس الغريب والأكيد مفيش ولا دليل واحد بيقول إن هو كان موجود مكانه هنا. واللي بيطلع من حفرهم آثار رومانية وإسلامية، يعني كده مفيش هيكل أصلا من الأساس كان تحت المسجد الأقصى. واللي أكد الكلام ده علماء آثار يهود بنفسهم، وبيقولوا إن قصة الهيكل دي مجرد رواية دينية، يعني كده من الآخر خيال ديني مش تاريخي. حتى الحاخامات دول اللي زي الشيوخ عندهم مش متفقين اصلا، واحد بيقول تحت قبة الصخرة، والتاني يقول لك لا ده كان في ساحة بعيدة، والتالت يقول لك لا ده تحت جبل تاني خالص. وعلشان نحسم الجدل ده نروح لليونسكو اللي قالتها بصراحة المسجد الأقصى موقع إسلامي خالص وملوش أي علاقة باليهود. يعني ببساطة كل اللي بيتقال عن وجود هيكل تحت الأقصى هو مجرد كذبة سياسية، ومش عقيدة ولا حتى تاريخ حقيقي. وفي فرضيات بتقول إن الهيكل الحقيقي كان في عين دراء في سوريا، وفي اللي قالوا لا ده الهيكل في اليمن، وتحديدا في عهد النبي سليمان بعد زواجه من بلقيس. وفي كمان ياسر عرفات، ده كان الزعيم الفلسطيني وأول رئيس للسلطة الفلسطينية. الراجل ده حضر كل المحطات الصعبة اللي مرت على القضية الفلسطينية، من حروب لمفاوضات، وكان صوته دايما عالي ضد الاحتلال. والموضوع ده كان واضح جدا في مفاوضات أوسلو، هي سلسلة من الاتفاقات اللي هي بدأت ما بين منطقة التحرير الفلسطينية وإسرائيل سنة 1993. ووقتها لما الصهاينة قالوا بكل وقاحة احنا عايزين السيادة على جبل الهيكل، ورد عليهم بمنتهى الثقة وقال لهم الهيكل بتاعكم ما كانش في القدس اصلا. وساعتها راحوا ردين عليه وبيقولوا له اللي بينكر تاريخنا ملوش مكان. وبعدها بكام سنة ياسر عرفات اتسمم ومات في ظروف غامضة، والرسالة ساعتها كانت واضحة جدا، ممنوع تشك في الرواية حتى لو كانت كذب. دلوقتي نروح لجزء البقرة الحمراء. البقرة الحمراء مش أي بقرة، لا دي عندهم طريق النجاة، لأن على حسب دياناتهم مفيش يهودي يقدر يدخل الهيكل إلا لما يتطهر الأول. وإزاي يتطهر؟ من رماد البقرة، يعني بيحرقوا البقرة، وبعد ما البقرة بتتحرق بيجمعوا الرماد بتاعها وبيحطوه في مية، وبعد ما يحصل ده كله بيترش على الكاهن. لكن فضلوا بقالهم أكتر من 2000 سنة ما
عندهمش بقرة حمراء وتكون بالمواصفات المطلوبة، اللي هي يكون لونها أحمر بالكامل ويكون عمرها 3 سنين وما تكونش استخدمت في اي حاجه قبل كده، يعني ما يكونش اتربط على رقبتها حبل، وما تكونش ولا اتعورت ولا اتجوزت، وتكون موجوده في ارض اسرائيل. وده كان رد البقر. ده عن ضمه يا ادهم. ونرجع ونكمل عته اليهود. بيقولوا من ساعة موسى عليه السلام لحد دلوقتي ما اتذبحش غير 9 بقرات حمر، والبقرة ال10 دي مفروض تكون في عهد المسيح المنتظر، يعني لما تتذبح يبقى المسيح اليهودي وصل، اللي هو عندنا المسيح الدجال، وساعتها لازم يبنوا الهيكل. طب وهم بيقولوا الهيكل فين؟ تحت المسجد الأقصى، ده طبعا حسب اعتقاداتهم. ونروح لسنة 2022 حصل حاجة غريبة، الصحف الإسرائيلية قالت إنهم استوردوا 5 بقرات حمر من أمريكا، 2 منهم اترفضوا علشان ما كانش لونهم أحمر بالكامل، و3 التانيين اتقبلوا وراحوا مزرعة في قلب الضفة الغربية. من وقتها بيتعمل لهم حجر صحي، وكل يوم بيتصوروا ويتفحصوا، ولو طلعت فيهم شعرة مش حمراء البقرة بيتشال اسمها من القايمة، وهم عمرهم دلوقتي حوالي 3 سنين، يعني ببساطة مؤهلين للذبح. بس استنى، الطقس ده ليه يوم معين عندهم، لازم يكون في يوم محدد 2 نيسان بالتقويم العبري، والميعاد ده امتى؟ في مارس 2026. والمفروض ان طقس ذبح البقرة مرتبط بظهور المسيح وبناء الهيكل، وده معناه من وجهة نظرهم نهاية بداية العالم. بس في مشكلة، اليهود عندهم أزمة كبيرة مش عارفين يحلوها. مين اللي هيذبح البقرة الحمراء؟ الشرط الأساسي إن اللي يعمل كده لازم يكون كاهن طاهر، بس كل الكهنة اللي موجودين على حسب عقيدتهم كلهم نجسين، وطريقة تطهيرهم الوحيدة هي رماد البقرة. يعني ببساطة كده سؤال وجواب في السريع، مين اللي هيذبح البقرة؟ لازم يكون كاهن طاهر. طب مين اللي هيطهرهم؟ رماد البقرة. طب لسه ما فيش حد طاهر علشان يذبح البقرة، فنعمل ايه؟ نعمل فيلم ب3 جنيه ونص، يعملوا فقاعة معزولة فوق صخرة قريبة من القدس، ويجيبوا أطفال من نسل الكهنة ويحطوهم جواها بعيد عن أي ميت أو أي جنازة، لأن ده كده بالنسبة لهم لما يكون في حد ميت أو في جنازة يبقى كده هما كده بيتنجسوا، علشان كده عايزين يحطوهم في الفقاعة دي ويربوهم هناك لحد ما يكبروا، وساعتها الأطفال دول هما اللي هيذبحوا البقر واللي هيجهزوا الرماد ويطهروا بيه الكهنة وباقي اليهود. وعلى فكرة اللي بحكولك ده مش فيلم، دي فكرة هم فعلا عايزين يعملوها. ببساطة هم فعلا هيدخلوا المسجد الأقصى، لكن برضه هيخرجوا منه تاني، بس لازم نكون مؤمنين فعلا بربنا وما تكونش مجرد كلمة وخلاص. ودول خلاصة من غير ولا بقرة ولا تطهير ولا الكلام ده كله. وهسيب لك لينك الفيديو كامل للشيخ الشعراوي تحت في الوصف. وبصراحة الموضوع ده أنا مش لاقي مصدر موثوق منه غير كلام الشيخ الشعراوي، لأن هم أصلا شالوا فلسطين من على الخريطة، وهم قادرين فعلا على اللعب في المصادر بتاعة الانترنت عموما. وانا بكتب السكريبت ده لقيت عته غريب غير موضوع البقرة والكلام ده كله. المهم ما تخليش حد يضحك عليه، ولا تصدق كل اللي بتشوفه ولا كل اللي بتقراه. وبكده يكون الفيديو خلص. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو في اي موضوع غريب عايزين نتكلم عنه اكتبولي في التعليقات. اشوفكم على خير، سلام.